السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. فيلمنا بيبدأ في قرية صغيرة بيعيش فيها الإنسان والفيلة كأنهم عيلة واحدة وأسرة مع بعضهم، ومنهم كرم وأبوه. وكرم عنده علاقة خاصة مع فيلو فوزي وبيوصله هو وأبوه للمدرسة. ولما بيكبر كرم بيكون احترف أقوى أنواع وأساليب الفنون القتالية، فن الركبة الحديدية، وبيمارس تدريباته في حضور فوزي اللي اتجوز وخلف بندق اللي بيعتبره كرم ابنه. لكن أثناء ما بندق سارح في الغابة بيجي بعض الصيادين ويحاولوا يخطفوه، لكنه بيصرخ وبتجري عليه أمه، لكن واحد من الصيادين من الرعب بيضربها بالنار وتموت. ومن التقليد إن أفضل فيل في القرية بيتم تقديمه هدية للملك وسيد واحد من أهل القرية. ابنه شكري يشتغل في الحكومة وهيعمل مهرجان، وفي المهرجان ده هيتم فحص كل الفئة. وبيقرر أبو كرم إن هما يروحوا ويفحصوا فوزي، ولما بيروحوا بيطلب شكري من كرم إن هو يستنى بره بشكل مريب. وبيخرج كرم مع بندق لكنه بينشغل عنه ويسرح بندق عشان يواجه شلة من الأطفال المتنمرين. وواحد من رجالة شكري بيمضي أبو كرم على ورقة، وهو مضى من غير ما يعرف لأن هو أمي. وبيطلب من شكري إن هو يمشي ويسيب فوزي، لكنه حس إن في لعبة بتتلعب عليه وبيغضب وبيرفض ويقول لهم مش هسيب لكم فوزي. لكن شكري بيضربه بالنار وبيغضب فوزي ويطلع يجري وراه. وأثناء الفوضى والهرج والمرج بينجحوا إن هم يمسكوا بندق، وبيجري فوزي وراه وبيوصل كرم لأبوه اللي بيقول له الحق فوزي يا ابني، وبيطلع يجري على فوزي. لكنهم بينجحوا إن هم يمسكوا فوزي ويغفلوه ويمشوا بيه. وبعد ما عالج أبوه وصله للقرية، وبيروح كرم للمكان اللي فيه شكري وبينزل ضرب فيهم كلهم ويطير عليهم بركبته، طبعا لأن هو ماستر الركبة الحديدية. طبعا أنا لو عملت كده هيجيلي فتاة. ورغم كثرتهم قدر يتغلب عليهم كرم ويوصل لشكري اللي حاول يقتله لكنه كان أسرع منه، وبيقول له فين فوزي. وبيعرف إن الفيلة مع جمال فرد من عصابة فيتنامية موجودة في سيدني أستراليا وشغال في مطعم السيد وطني. وأثناء ما هو بيحاول يهرب بشكري رجالته بيطاردوه بهليكوبتر وقوارب، لكنه هو بينجح يهرب منهم ويرمي قالب على الهليكوبتر. أتمنى أشوف جون ويك بيعملها. وبيظهر في الأخبار إن السيد وطنية مات، وفي مظاهرات ضد تهريب الفيلة لسيدني، والحكومة بترجح إن في عصابة صينية ورا مقتل السيد وطنية. وبنروح على استراليا. الضابط مجدي ومبروك بيصوروا فيلم وثائقي عن الشرطة، ومبروك بيقول إن هو يعرف كل الناس اللي في الحي بما فيهم اللصوص. وبهيرة خطيبة السيد وطنية بتتعرض للتوبيخ لأنها شغالة في الشمال قهر علشان تسدد ديون خطيبها. أما بالنسبة للعصابة الصينية بنلاقي وردة عايزة تبقى مديرة أمن، لكن عمها سامح بيرفض بشدة وده بيزعلها. وبيوصل كرم لاستراليا علشان يجيب فوزي، وبيركب تاكسي عشان يروح لمطعم السيد وطنية، لكن السواق طلع مجرم خطير والشرطة بتجري وراه بما فيهم مبروك ومجدي. ولما بيحصروا السواق بيهدد ان هو يقتل كرم، لكنه بيقدر يكومه بسرعة بدون مساعدة الشرطة. لكن بيظهر فتحي شرطي تالت وبيتضح ان هو كان ماشي ورا كرم من المطار، بيضرب النار ويقتل السواق. وبيهرب كرم بعد ما حاول فتحي يقتله. ولما مبروك بيسأله ليه ضربت عليه النار، ده رهينة. قال له لا ده مش رهينة، ده مجرم، ويلا روح انت وهو اقبضوا عليه. وبيطردوه فعلا، ورغم صحته الحلوة في الجري بيمسكوه. وفي طريقهم للقسم كرم بيقول له ان هو بيدور على اخوه وابنه فوزي وبندق، لكنهم بيعدوا جنب المطعم وبيشوف كرم جمال خارج من المطعم، وبيقول لمجدي هو ده اللي خطف اهلي، وبيقول لهم اقبضوا عليه، لكن طبعا بيرفضوا لان مفيش ادله. لكنه بيهاجمهم ويهرب من العربيه ويروح يجري ورا جمال اللي راح يقابل بهيره على الكوبري، وبيواجهه ويقول له فين فيالاتي، لكن جمال بيضربه على طول. ويقوم كرم ويضرب رجاله جمال وبيطارد واحد منهم ويديله ركبه حديديه ويهدده ويخوف التاني لحد ما وداه لمكان جمال اللي كان بيبيع ممنوعات، ووجوده بوظ له البيعه. فبغضب بيأمر رجالته ان هم يقتلوه، ويستدعي فرقه الباتيناج اللي بتبدأ تهاجم كرم بالباتيناج والعجل، مجموعة قوية كادت ان هي تنال منه اكتر من مرة، لكنه بيقدر يتغلب عليهم بصعوبة بالغة ويفقد الوعي. وبالصدفة بتلاقيه بهيرة مرمي على الارض وبتاخده لشقة طيبة، واثناء ما هو نايم بيحلم كرم بمعركة بتضم الافيال ومجموعة الركبة الحديدية اللي وظيفتهم في الحياة ان هم يحموا الافيال. وبهيرة بيجيلها مكالمة شغل وبتخرج، ولما بيصحى كرم بيلاقي صورة ليها مع جمال، وبتظهر صورة كرم في الاخبار على انه هو مجرم مطلوب لان هو متورط في عملية تجارة مخدرات في استراليا. وبالصدفة بتشوف بهيرة ده وبتروح على شقتها عشان تطرده، لكنها بتشوف عربية شرطة قدام العمارة. لكن حتى كرم سمع صوت عربية الشرطة وهرب من الشباك. ولما راحت بهيرة لشغلها واثناء ما سامح عم وردة في البانيو جاست تشيلينج كده، بيدخل عليه واحد ويفرفروا، وبيكون في كاميرا بتصور ده في فيديو، وبيدخل عليه مبروك ومجدي. لكن قبل ما ينطق بكلمة فتحي
بيديها له في دماغه وبيلف ويقتل مجدي ويلبسها في مبروك، لكن مبروك بينجح ان هو يهرب منهم. وبعد ما مشوا بتظهر بهيرة وتاخد الكاميرا، بس هروب مبروك ما طالش كتير لان فتحي بينجح ان هو يمسك صديقة مبروك علشان يستدركه ويمسكه. اما بهيرة بترجع بيتها زي الغبية وبتلاقي الشرطة مستنياها هناك، لكن بيظهر كرم بالصدفة وينقذها منه وبتحكي له عن المكان المخفي جوه المطعم، وبيروح عليه فعلا وبيلاقي هناك جمال ورجالته وبيسأله فين فيالاتي، لكنه بيضحك باستهزاء ويرمي له الجرس بتاع بندق. وبيشوف كرم الناس عمالة تاكل وعقله بيقول له ان هو قتل بندق وقدم لحمه اكل للزباين، وبيهاجمه جمال وبرضه لتاني مرة بيضرب، لكن كرم بيلف جرس ابن اخوه على ايده وينجح فعلا ان هو يضرب جمال. بعد ما خلص من جمال كان سهل عليه جدا ان هو يضرب كل رجالته، ولما بيدخل جوه بيلاقي حيوانات كتير محبوسة، واثناء حزن كرم على بندق بياخد جمال صديقة مبروك ويهرب بيها، لكن بيكتشف كرم ان هما مش خاطفين حيوانات بس، لا ده بنات كمان، وبيفك مبروك. ولما مبروك بيسأله على الفيل رفع كرم ايده والجرس ده، وده خلى بندق يظهر ويجيله وبيفرح كرم ويحضنه ويمشي التلاتة من المكان. وعشان تبقى وردة زعيمة العصابة بتسمم 2 من الورثة وتبقى هي خلاص الزعيم، وبتكلف فتحي ان هو يقتل كرم ومبروك وبهيرة. وكرم ومبروك كانوا مستخبيين في دير، بالتالي فتحي بيبعت رجالة قتلوا كل اللي في الدير. اولهم كان بورس بيقعد يتنطط كده زي الكرة الجلد، لكن بينجح كرم ان هو يخلص عليه. وثانيهم بورس برضه لكن معاه سيف وصحته حلوة للأمان، لكن بينجح كرم يخلص عليه. وبيظهر بقى الوحش جودزيلا شبيه أحمد التهامي، وكرم ما قصرش وبيحاول يضرب لكن مفيش حاجة نافعة، ده عايز إيبمان، ومن يأسه بيقفز ويديله كوع حديدي، لكن برضه ما قصرش فيه وبيضرب كرم ضرب مبرح، لكن بيسمع سيرينات الشرطة ويهرب. وبيروح كرم وبندق على الولاية وردة أثناء ما هي عاملة مؤتمر صحفي ويسبب هرج كبير في المكان، لكن بيجي فتحي ورجالته ويهددوا بقتل بندق، لكن بيظهر مبروك وينقذه. وبيجري بندق وكرم مش عارف بندق بيجري على ايه، فبالتالي بيجري وراه. اما مبروك كان خلاص هيقبض على فتحي، بس بيظهر جمال ويقتل فتحي لان وردة فضلته عليه. وبيوصل بندق وكرم لأوضة بيشوف فيها كرم الهيكل العظمي لفوزي فوق الولاية اللي اسمها ورد، وده بيحطم كرم تماما اكتر من رجالتها اللي عمالين يضربوا فيه، وبيفتكر ذكرياته مع فوزي، لكنه بيفوق اخيرا ويبدأ يضرب، بس بيظهر جودزيلا ومعاه شوية بغال وبيتلموا عليه كلهم وعلى بندق ومعاهم الولاية وردة بكربكة. واحد منهم بيرمي بندق وجودزيلا بيفستك كرم خالص ويرميه على عظم فوزي، لكن روح المحارب جوه كرم بتخليه يقوم ويفوق، وبيربط عظم فوزي في ايده ويبدأ ينط ويهجم على جودزيلا، وبيفتكر كلام ابوه انه يستهدف نقاط الضعف في الخصم بتاعه، وبيبدأ بشراشير العظمة يقعد يفستك فيهم يمين وشمال، واحد واحد دخل فيهم زي الجزار. بس بتهرب وردة في الهليكوبتر بتاعتها، لكن كرم بيلحقها ويضرب الرجالة ويديها ركبة حديدية ويقع معاها من فوق، بس بينزل على أنياب فوزي وكأن روح فوزي لسه معاه وهي اللي بتحميه. وبتودي بهيرة فيديو جريمة لرئيس الشرطة ويعرف كل الحقيقة، وينتهي الفيلم بحضن بين كرم وبندق. طبعا كل الحركات اللي موجودة في الفيلم ده ما انصحكش أبدا إن أنت تقلدها، لأن اللي بيعملها في الفيلم ده ناس عندها لياقة ودارسة هي بتعمل إيه، مش أي إنسان عادي يقدر يعمل الحركات دي، والا هيتصاب طبعا ويعرض حياته للخطر. دي ناس مدربة تدريب عالي جدا هي اللي بتقوم بالحركات دي. ادعوا ربنا انه ينصر اهلنا في غزة ويرحم كل الشهداء، عسى ان تكون ساعة استجابة. لو عجبكم الفيديو ده بقى منساش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس، ولو عجبكم المحتوى بتاعي منساش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو، ولو بتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.